دي همسة حكاية ليكم. عارفين في نص الزحمة ونص المسؤوليات ونص الجري اللي مش بيخلص ده بننسى نفسنا خالص. بنصحى نجري وبننام واحنا مرهقين واليوم اللي بعده شبه اللي قبله. مفيش وقت حتى نسأل نفسنا سؤال بسيط اوي: هو انا عامل ايه بجد؟ مش الحمد لله تمام اللي بنقولها لأي حد وخلاص دي لأ. من جوه بقى انت عامل ايه؟ مرتاح ولا ساكت وبس؟ ولا شايل فوق طاقتك ومكمل عادي كأن مفيش حاجة؟ احنا اتعودنا نبقى اقوى من اللازم، نبقى اللي مستحملين واللي شايلين واللي دايما بيقولوا بسيطة، مع ان الحقيقة ان احنا ساعات بنبقى محتاجين حد يقولنا خلاص كفاية عليك كده. مش لازم تبقى قوي طول الوقت، ومش لازم تفضل مبتسم وانت موجوع من جوه، ومش لازم ترد تقول انا كويس وانت من جواك تايه ومتلخبط. مش لازم تشيل الدنيا لوحدك، انت مش جبل، انت بني ادم عادي جدا، بتتعب وبتزهق وبتضعف وطاقتك بتخلص، وده مش عيب ولا قلة ايمان، ده طبيعي جدا. الغريب ان احنا بنسامح كل الناس الا نفسنا، ولو حد غلط بنعذره، ولو حد تعب بنقف جنبه الا احنا. بنفضل نحاسب نفسنا على كل صغيرة وكبيرة، بنجلد فيها طول الوقت: انا ليه اتأخرت وليه فشلت وليه انا مش زي غيري، وكأننا داخلين سباق مع العالم كله، مع ان اصلا محدش اصلا بيجري وراك، وكل واحد مشغول بحكايته. رمضان مش سباق ومش منافسة، ومش مين يعمل اكتر من مين. رمضان جاي عشان يهدي قلبك مش يضغطه، يقربك من ربنا مش يتعبك، يخليك اهدى وانضف من جواك، مش مرهق ومشدود. ومش لازم تعمل حاجة خالص، كفاية بس تسرع عن الدنيا لحظة وتدي لقلبك فرصة يتكلم بعد ما طول اليوم كان ساكت. فرصة صغيرة تسمع نفسك بجد من غير دوشة ومن غير ضغط ومن غير ما تمثل انك قوي، وتقول لربنا كل اللي جواك زي ما هو من غير ترتيب ولا تجميل ولا كلام كبير. لأن ربنا مش مستني منك كلمات مثالية، هو بس مستني قلب صادق. يمكن الكلمتين البساطة اللي يطلعوا منك دول بعفوية يبقوا أغلى من دعاء طويل محفوظ، ويمكن دمعة صغيرة وانت لوحدك تبقى أقرب لربنا من كلام كتير قوي. يمكن طول اليوم بتبقى سند لكل اللي حواليك وبتسمعهم وبتحل مشاكلهم وبتطبطب عليهم، وعمرك ما اشتكيت. بس محدش قال ان السند مش بيتعب، ومحدش قال ان القوي مش محتاج حد يسنده هو كمان. متعب انك تبقى قوي طول الوقت، ومتعب انك تكتم ومحدش حاسس بيك. عشان كده ارحم نفسك شوية وما تكونش اقصى عليها من الدنيا. سامحها على تعبها وعلى الايام اللي ما كانتش فيها احسن حاجة، وعلى كل مرة حاولت وفشلت وبرضه قامت تاني وانت بتحاول، وده لوحده كفاية قوي. مقارنش نفسك بحد، وكل واحد ليه ظروفه وحكايته وتعبه اللي محدش شايفه. يمكن اللي قدامك باين قوي بس من جواه مكسور، ويمكن انت شايف نفسك ضعيف بس عند ربنا اقوى بكتير مما تتخيل. ربنا شايف نيتك قبل شغلك، وشايف قلبك قبل انجازاتك، وشايف دمعتك اللي محدش شايفها، وشايف مجهودك الصغير اللي بتستقله وهو عنده كبير قوي. خف على روحك شوية وما تضغطش على نفسك اكتر من اللازم. الدنيا مش مستاهلة ان احنا نكسر نفسنا عشانها، ولا اي حاجة فيها تستاهل ان احنا سلامنا الداخلي يضيع. اهم حاجة ان احنا قلبك يفضل مطمن، وانك تبقى راضي عن نفسك، وانك عارف انك بتعمل اللي عليك على قد ما تقدر، وصدقني ده كفاية. وفي الاخر لو محدش قالها لك النهاردة انت كفاية، وتعبك مفهوم، ومحاولتك متقدرة، وربنا اقرب ليك واحن عليك اكتر مما تتخيل. دي كانت همسة حكاية ليكم، ولو وصلتوا لحد هنا سيبولي قلب في التعليقات، ونشوف بعد في حكاية جديدة بكرة ان شاء الله. متنسوش تعملوا لايك واشتراك. دمتم سالمين.